السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في لقاء جديد من أخبار الكرة في الماتش. الانتقاد مشروع. انتقد التشكيل، انتقد أداء اللعيبة، انتقد تضييع الفرص، انتقد نقص عناصر ليه مش موجودة، أو ليش موجود ليه مش بيأدي كويس، انتقد. لكن التجريح مش مطلوب. التجريح في الوقت ده مش مطلوب، لأنه ممكن يؤدي ويأثر على أداء اللاعب. كمان موضوع ميدو مش وقته. ميدو يعني واحد زملكاوي، يعني يا ريت يحاول ان هو يبص في ورقته. ميدو محتاج كل الزملكاويه يبصوا في ورقته، كل واحد يهتم بشؤونه. يا اخوانا مش كل واحد، يعني يكفي الاهلي جمهوره الغضبان، مش عايزين نستورد ناس من بره يخشوا يعني يشعللوها اكتر. فانت راجل دلوقتي عندك كلمه حلوه تشجع وتفتخر بالنادي الاهلي، اللي هو نادي مصري بيشرف مصر في اكبر بطوله عالميه للانديه. تخش قول كلمتين وتنتقد بعقل. يعني ان ميدو يقول ان الاهلي يفتقرون لاساسيات كره القدم، يعني الكلام ده ممكن يتقال الناس بتلعب مثلا في الدوري المدرسي، في الدوري الجامعات، يعني مع احترامنا الاثنين فيهم لعيبه موهوبه وناس كويسه. لكن في دوري المحترفين وفي نادي عريق زي نادي الاهلي، انت كده على فكره بتشتم انديه الدوري بما فيهم نادي الزمالك. يعني لما نادي يجيب بطولات ويوصل للدرجه ديت وما بيفهمش اساسيات كره القدم، امال الانديه التانيه تبقى ايه؟ الموضوع فيه نفسنا شويه وظاهر قوي، يعني بقى مش كل الزملكاويه، عشان بس الناس الزملكاويه محترمين جدا ورقيين في تفكيرهم وفي نقدهم، وفي ناس تعصبهم الاعمى وغيرتهم وحقدهم، لو قدرنا نسميه حقد، بيتعامل مع الاهلي منافس قوي، فبحتاج اقصر فيه واهبط فيه. مش في مصلحتي، مش في مصلحه الزمالك على فكره، مش في مصلحه الزمالك ولا في مصلحه مصر. انت راجل محتاج تشتغل على فريقك، تشوف المدير الاداري اللي انت جايبه جديد ده تشتغل معاه، لجنه التخطيط بتاعتك اللي انت عاملها، الصفقات بتاعتك، الموارد بتاعتك، تشغل النادي بتاعك وتتطور بيه. لكن تروح تطلع تصريحات لنادي تاني بدل ما تقول كلمتين كويسين، الصمت افضل، لان كل الناس هاجت عليك للاسف وسمعت كلام مش لطيف. برجع تاني بتكلم على فكرة ريبيرو، وازاي ان هو بيحاول ان هو يظبط التشكيل بتاع النادي الاهلي. تشكيل متوقع: محمد الشناوي في حراسة المرمى، وخط الدفاع محمد هاني وياسر ابراهيم واحمد رمضان بيكم ومصطفى العش. خط الوسط حمدي فتحي، محمد علي بن رمضان، واليو ديانج، تريزيجيه، واحمد سيد زيزو. والهجوم وسام ابو علي. اتمنى التشكيله ديت تحاول تدينا مردود كويس، وان شاء الله كل الاخطاء اللي حصلت في الماتشات اللي فاتت بخصوص الميسباس واخطاء التمريرات اللي كانت سبب تعليقات ميدو، كان ممكن يقول المشكله في التمريرات خطا وفي ماتش محدد وفي شوط محدد، بدل ما يقول الناس ما بتفقهش اساسيات كره القدم. المثل العربي الجميل: الالفاظ السعاده، ممكن تختار نفس المعنى بس بكلمات افضل، بحيث ان انت ما يحملش فيها نوع من التجريح وتهيج عليك الجماهير والنقاد. بمناسبة اللعيبة، وإن شاء الله أدائهم اللي ممكن ربنا يسهر كده نفتخر بيهم ويدونا فوز جميل على بورتو على الأقل 2-0، وإن شاء الله نصعد ونفرح جماهيرنا وننسى كل الأخطاء اللي فاتت ديت. كلام عن اللعيبة اللي بيروحوا يتفسحوا وبيعملوا شوبينج. يا شباب، اللعيبة دول بني آدمين زينا، يعني كل واحد فيهم له حياته بره اللعب. هو بيروح شغال لعيب، بياخد راتبه على انه شغال لعيب محترف، لكن هم مش عبيد عندنا. بنحاول يخرجوا يتفسحوا ويستمتعوا بحياتهم ويرفعوا نفسهم. كون ان انا اخد ده، سواء بقى اتنشر على السوشيال ميديا او تهتم لده واقول الناس راح تتفسح ومش عامله اعتبار ولا حزانين ولا زعلانين ولا لا، ناس زعلانه، بس في النهايه كره القدم، بفوز بتعادل بتهزم، كره قدم. بعمل اللي عليا، بصحح اخطائي، ده ما يمنعش الناس تخرج تعمل شوبينج وتتفسح، وكل حاجه تتفهم صح، كل حاجه نحاول نفهمها صح. بس لو كل حاجه اتحطت في مكانها الصح، مش هنحتاج لكل الهيصه دي كلها. لعيب انسان حق يفرح يرفه ويلعب ويتمرن ويتعب، له حياته الشخصيه. يعني مش معقول هيروح امريكا ومش هيتفسح ولا يعمل شغل، يقول لك رايحين رحله ترفيهيه. لا، هي رحله عمل هيلعبوا فيها ان شاء الله وربنا يوفقهم وينتجوا
او لا ينتجوا، الحاجات كلها توفيق من عند ربنا، ده ما يمنعش ان هم يعملوا شوبينج ويتفسحوا، ولا يبقى بيهرجوا. يعني اللي راح امريكا ده اللي رايح بيعمل صفقات، ولا راجل اعمال وبيتفسح؟ الناس اللي راح تشتغل هناك وتتعب وتعمل مأموريات شغل وعمل بيتفسحوا ويعملوا شوبينج يعني. فساعات كده بناخد شويه حاجات كده نتلكك بيها، برضه زي ما بقول عليه يعني طق عنك، بنحاول ان احنا نتعصب على الفاضي على اي حاجه، على اي خبر حتى لو كان مش مستاهل. فكره ان الاهلي محتاج دعم من الجماهير، وهو فعلا محتاج دعم من الجماهير رغم طبعا الغضب، هو الدعم ده جه من الكابتن الخطيب. كابتن الخطيب ارسل رساله عن طريق احد افراد مجلس الاداره في امريكا، دعم للفريق وتشجيع وتحميسهم على الماتش الجاي. بقول لهم بمنتهى البساطه احنا نفتح صفحه جديده، ننسى الماتشين اللي فاتوا باخطائهم بحلوهم بمرهم، ونفتح صفحه جديده ونركز في الماتش ده، ونحاول نلعب ونستمتع ونركز ونعالج كل اخطائنا، سواء الفرص الضايعه، مشكله التشكيل، مشكله الميس باص، مشكله الربط بين الخطوط، كل المشاكل، المساحات الفاضيه اللي بيستغلها المنافس، كل الارتدادات، التحولات، الهجمات المرتده، الكوارث اللي بيجي منها اهداف، كل الاخطاء ديت بنحاول ان احنا نحلها ونفتح صفحه جديده، ويكون في تشجيع للعيبه وتشجيع للمدرب عشان نحاول ننتج في الماتش ده، لانه ماتش مصيري وتاريخي للنادي الاهلي. انت عارف لو طلعنا من الماتش ده كله بفوز بس، حتى لو 1-0 كويس، يبقى على الاقل اتعادلت ماتش، فزت في ماتش وخسرت ماتش، اسمك رحت كاس العالم وعملت كل حاجه، فزت 1-0 2-0 ايا كان، المهم ان انت تفوز، على الاقل ترجع وانت رافع راسك ان انت عملت كل حاجه، عملت كويس وعملت الوحش وعملت الاخطاء وعملت الصح. لكن خساره تانية او تعادل تاني هيبقى شكلنا سيء جدا واحنا راجعين، وهتبقى تجربه مش كويسه جدا في تاريخ كل لاعب، انه شيء ما يشرفوش النتائج اللي حصلت في كاس العالم للانديه. نقطة تانية بنتكلم فيها فكرة تفويض، الكلام اللي اتقال عن انه هيبقى في اتفاق بين انتر ميامي وبين بالميراس على ان هم يتعادلوا مع بعض ويفوتوا على الاهلي وبورتو والسعود، هو كلام بيتقال بس زي ما بقول كده اسمه الاستهلاك المحلي. بمعنى ايه؟ في البطولات الكبيرة حركات زي كده ما بتحصلش، لانه بيبقى غلط في سمعة الفريقين، ممكن يكون غلط في سمعة البطولة نفسها كمان. ده غير ان كل فريق من الاثنين دول مش عايز يواجه باريس سان جيرمان لو طلع التاني، فمن مصلحتهم ان هما الاثنين واحد فيهم يفوز عشان يبقى الاول ويهرب من المواجهه. فنغمت ان هما ممكن يتفقوا، هو ممكن يتعادلوا، بس هما بيلعبوا مع بعض بجد، لكن فكره الاتفاق والتفويض ديت ما اعتقدش ان هما ممكن يفكروا فيها.